لو جينا قلنا ان في حاجة لازم تخلي بالك منها كويس قوي وانت بتتعامل مع كل برج، يا ترى ايه هي الحاجة دي؟ او بمعنى اصح هنقول ربنا يكفيك شر الحاجة دي في كل برج. اول برج هو برج الحمل. ربنا يكفيك شر قلبة برج الحمل، ونقطة ومن أول السطر. برج الحمل برج لطيف وظريف وحلو وحبوب، والناس بتحب تقعد معاه وتتعامل معاه وكل حاجة، إلى أن يقلب. ربنا يكفيك شر قلبته. برج الحمل لو حس ان انت ما تستاهلش المعامله اللي بيعاملك بيها او قرر يقلب عليك، قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. بعد كده برج الثور. ربنا يكفيك شر عند ودماغ برج الثور. برج الثور عنيد فوق الوصف، فوق الوصف، لدرجه ان هو فعلا ما بيعرفش يفرق او يشوف او يحدد الصح فين والغلط فين. هو جاست اللي هو مقتنع بيه واللي هو مصدقه يبقى صح. اقعد بقى حاول تقنعه من هنا للسنه الجايه مفيش. وانت بتتعامل مع برج الثور احذر كويس قوي من عنده. لازم تتعامل معاه بطريقه ما يبانش فيها ان انت بتديه اوامر او ان انت بتجبره على حاجه او ان انت بتعند او بتحط نفسك ند بند معاه. بعد كده برج الجوزاء. ربنا يكفيك شر دبش برج الجوزاء ولسانه. لسان برج الجوزاء لو قرر ان هو يرد لك حاجه او قرر ان هو يتعامل معاك او يقول لك حاجه مضايقه منك او كده، ما بيعرفش يختار الفاظه او يجمل الكلام بشكل يخليه هين او بسيط او يسلس كده او تقدر تستقبله. لسانه عامل زي المبرد من الاخر، لما ما بيقعدش بقى هو بيحس ان هو مش مضطر يقعد يجمل الكلام. ما هي دي الحقيقه هقولها لك في وشك زي ما هي. نيجي بعد كده لبرج السرطان. ربنا يكفيك شر استبياع واستغناء برج السرطان. برج السرطان من الابراج اللي عندها انتماء رهيب لكل الناس اللي بتحبها، بتفضل تضحي وتفضل تيجي على نفسها، بيفضل متمسك لحد اخر لحظه. بس في الوقت اللي بيحس فيه ان انت ما تستاهلش وبيقرر يمشي، مستحيل تعرف ترجعه تاني. بيستغنى استغناء رهيب، بيقلب 180 درجة بعد كل الحب، بعد كل التمسك، بعد كل التضحية. بتلاقي استغناء واستبياع لدرجة ان انت حتى بتستغرب ان هو في يوم من الايام كان بيحبك، هو ايه اللي حصل؟ نيجي بعد كده لبرج الاسد. برج الاسد على عكس كل الابراج، الحاجة اللي لازم تاخد بالك منها كويس قوي وتحذر منها فعلا زي ما بيقولوا، هدوء برج الاسد. برج الاسد طول ما هو بيتخانق وبيزعق وبيخرج اللي جواه، ولما بتضايقه بيلومك وبيعاتبك وكل الحاجات اللي هي الناس كلها بتتضايق منها. بس هي ميزه عند برج الاسد، لانه لما بيسكت، لما تلاقيه قرر ان هو يسكت، ما يعاتبكش، ما يتكلمش، اما تبقى عارف ان انت غلطان في حقه وتلاقيه هادي وما بياخدش رد فعل وساكت كده، اعرف ان هو مرقد لك على حاجه، ناويلك نية سودة. فاحذر من هدوء برج الأسد. نيجي بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء دماغه، احذر من دماغ برج العذراء. لو قرر يحطك في دماغه او قرر ان هو خلاص بقى هيشتغل عليك، هيعملك شغلانته، ممكن يخليك ما يعني برج العذراء عنده قدرة رهيبة على انه يبين لك ان هو عادي جدا وان مفيش حاجة، لكن من جواه ممكن يبقى في بركان، في بركان ومن بره لوح تلج مش باين عليه تماما. فلو قرر ان هو يحطك في دماغه او قرر ان هو ينتقم منك في حاجه او قرر ان هو يوصل معاك لطريق معين، هتوصل له هتوصل له. نيجي بعد كده لبرج ايه بعد العذراء؟ برج الميزان. برج الميزان احذر وانت بتتعامل معاه من قلب الترابيزه، من اسلوب من مناقشته. برج الميزان مفيش حد بيعرف يسلك معاه في النقاش، دماغه شغاله على طول وبيعرف ازاي يقلب عليك الترابيزه من غير ما تحس حتى. عنده قدره على الاقناع وبيعرف يسيطر على دماغ اللي قدامه، بيعرف ازاي يقنعه وبيعرف ازاي يسستمه من الاخر. فوانت بتتعامل مع برج الميزان احذر جدا من دماغه واحذر من اسلوبه في الاقناع. بعد كده برج العقرب. طبعا كل الناس هتقول انه لازم تحذر او ربنا يكفيك شر انتقام برج العقرب، لكن الحقيقه لا. ربنا يكفيك شر برج العقرب لما يبطل يحبك. الفكره مش انتقام، مش ان انت اذيته فانا هنتقم منك، لا. انا لو بطلت احبك او لو كنت غالي عندي قوي
وخلاص رميت طوبتك او استغنيت عنك او بطلت احبك، صدقني هتعيش سواد. يعني هتكمل حياتك كلها في في صراع كده ما بين اللي هو طب هو كان بيحبني، طب هو ما بيحبنيش. هتلاقيه بيتعامل معاك بلا مبالاة، ببرود. ممكن ما يتعاملش معاك خالص. هتبقى مش فاهمه. يعني لو انت اساسا كنت قدرت تفهمه طول الفترة اللي هو كان بيحبك فيها لانه كان سايب نفسه على طبيعته، في الوقت اللي فيه بيبطل يحبك بتبقى بالنسبة له زيك زي الكرسي اللي جنبه. ملكش وجود نهائي. فبرج العقرب مش انتقامه على قد ما هو ممكن لو بطل يحبك هيخرجك من حياته ومش هيديك اساسا رد فعل. نيجي بعد كده برج القوس. برج القوس ربنا يكفيك شر لسانه. لسان اللي هو ايه، لسان برج القوس اولا حلنجي جدا، يعرف يثبت اي حد بمنتهى السهوله، بيعرف يريح اللي قدامه. هو ماشي بمبدأ اللي هو ايه، كلمه حاضر بتريح، فبيعرف يريحك حتى لو انت شايط قدامه ومتجنن وبتاع، هتلاقيه بكلمتين عرف يبلفك، عرف يسيستمك. فانت لو عايز تاخد حقك من برج القوس صدقني مش هتعرف، هتلاقي نفسك اتمرهمت. عارفين البلسم؟ هو برج القوس يقدر يبلسمك، لكن في نفس الوقت لسانه برضو عنده مشكلة رهيبة، ان هو دبش اولا، ثانيا عنده اسلوب لما يكون مقرر ان هو لو عايز يبلسمك هيبلسمك او يمرهمك زي ما بيقولوا، لكن لو هو عايز يستفزك فعنده اسلوب رهيب في برود وفي لا مبالاة وفي قصف جبهة. يقدر بطريقته وباسلوبه يخليك تتشال وتتهبي قدامه وهو قاعد حاطط رجل على رجل. بعد كده برج الجدي. برج الجدي احذر من عصبيته. برج الجدي يبان ان هو هادي وراكز وعاقل وكل حاجه، لكن اول ما بيفقد السيطره، لان هو طول الوقت حاسس من كتر التفكير دماغه فيها لود رهيب شغاله على طول، فاول ما بيفقد يعني هو زي اللي ايه، وصلت له كهرباء عاليه جدا، فبيفقد بيفقد السيطره على تصرفاته بقى وعلى ردود فعله. فلما بيوصل لمرحله هو مش من النوع اللي سهل جدا تثير غيرته، تثير غضبه، سوري. لكن لو وصل لدرجه انه خلاص فقد عقله او اتعصب قوي، بيدغدغ الدنيا قدامه. يعني ما بيعرفش بقى يكنترول او يعقل كده، مع انه برج عاقل اساسا، بس في عصبيته لا، بيفقد السيطره. بعد برج الجدي برج الدلو. برج الدلو من الابراج اللي اساسا صعب قوي تفهمها، عشان كده هقول لك احذر 100 مره 100 مره من خطط ومن تفكير برج الدلو. برج الدلو دماغه طول الوقت شغاله. احذر لما يحذرك من حاجه لازم تحذر منها. يعني برج الدلو احنا كل الابراج بنقول لك احذر من حاجه فيه، لكن برج الدلو لازم تحذر معاه. يعني لما يحذرك من حاجه هتحصل يبقى هتحصل، لما يقول لك خلي بالك من كذا يبقى لازم تخلي بالك من كذا. فلازم وانت بتتعامل مع برج الدلو تركز جدا مع كل كلمه بيقولها، تركز مع كل تحذير بيحذرهولك، تسمع كلامه وتنتبه جدا، لانه دايما بيشوف حاجات ما فيش حد بيشوفها. تفكيره عميق، بيفكر بطريقه عميقه جدا، ودايما بيطلع استنتاجات بقى وبيقعد يحط بلان ايه وبلان بي لكل حاجه بتحصل وكده. فلما يحذرك من حاجه لازم تحذر منها، لازم تحطها في حساباتك ولازم تفكر فيها، وما تاخدش الكلام من هنا وتطلعه من هنا، لان محدش هيخسر غيرك. اخيرا بقى برج الحوت. برج الحوت لازم تحذر جدا 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 من حساسيته. برج الحوت من الابراج المضحيه جدا، بيحبك جدا وهيضحي باي حاجه وكل حاجه عشانك. لكن مشكله برج الحوت حساسيته. هو ممكن ما يبينلكش، يعني ممكن يتضايق ويزعل وياخد جنب، بس موقف ورا موقف ورا موقف هتلاقيه بدأ يسحب نفسه بعيد عن حياتك من غير ما تحس. انت مش هتبقى واخد بالك ان هو اول مره اتضايق وزعل وشال في نفسه، تاني مره اتضايق وزعل وشال في نفسه، كل ده هو ما بيقولكش. هو بيزعل، مبيبقاش عايز يشيلك هم زعله، فممكن يكون بيزعل 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 لحد ما الحاجات بتتراكم جواه، وفجاه تلاقيه بيسحب نفسه وبيخرج من حياتك من غير ما تفهم سبب. هو بيحبك جدا وضحى واستحمل كل اللي فات ده علشان خاطرك، بس يوم ما يقرر يمشي انت نفسك هتتفاجئ، لان هو مش هيكون مبين لك ومش هيكون معرفك. فاحذر جدا جدا جدا
من حساسيه ومشاعر برج الحوت لو مش عايز تخسره.